متدين؟ مال طب بتعبد ايه؟ مالكش دعوة. مش مهم. المهم ان زيك زي 7 بليون بني ادم عايشين على الارض اكيد بتعبد حاجه، ان شاء الله تكون ظاهر. طب عمرك بقى سالت نفسك تدينك ده لازمته ايه؟ وهل بعد العلم اللي وصلنا له ده كله التدين ده ليه لازمه؟ ولا كده مهمته خلصت ونقدر نقول له طريق السلام انت. سلام. من غير شتيمه خايف اقفل الحلقه، انا كده كده ما بدورش على فل قلبك جامد، تعالى نتفزلك في الموضوع ده. في 2018 كانوا بيوصلوا محطه في المانيا قدروا يشيلوا مقبره اثريه من القرن ال 19 عادي زي ما بنعمل دلوقتي في مقبره الامام الشافعي. ملناش دعوة. عندك حق. المهم ان علماء الاثار وهم بينقلوا الجثث لقوا حاجه غريبه جدا. معظم الجثث حضن لوح من ماده غريبه. في الاول ما كانوش عارفين ده ايه لحد ما واحد منهم افتكر شغلانه كانت موجوده زمان، اكل الخطايا، سين ايتر. لما حد يموت كانوا بيحطوا عليه طبق فيه ملح وعيش، الملح يمص الذنوب وينقلها للعيش، وقبل ما يقفلوا التابوت يجي السين ايتر الغلبان ده ياكل العيش بذنوب الراجل اللي مات. هو الراجل ده ملوش اهل يسالوا عليه؟ ما يتحرق، شحات ومش لاقي ياكل ومش فارقه معاه ذنوب ولا نيله. المهم ان الميت يروح ربنا فله ومعلوش ذنوب خالص. يعني اعمل ذنوب براحتك وطلع ميتين اللي حواليك وما تقلقش، هنجيب حد يشيلها، قصدي ياكلها. السؤال هنا، عمرك شفت سفالة أكتر من كده؟ طبعا هي وساخه، بس انا ما اقصدش السؤال ده، انا اقصد عمرك شفت تخلف اكتر من كده؟ المصيبه بقى ان التخلف ده فضل موجود لحد بدايات القرن العشرين، وخد من ده خرافات وخزعبلات موجوده باسم الدين لحد دلوقتي. تخليك فاكر ان في قوه خارقه ممكن توكلك وتشربك وتحميك وقت ما تحتاجها. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا بين ايديهم سدا ومن سدا فاخشيناهم فهم لا يبصرون. ده كده عظمه قوي، ده كده عظمه قوي. يا جدع استنى الفزاكه دي انا ماليش دعوه انت بتعبد ايه ولا انت صح ولا غلط. احنا بنحاول نفهم الدين دخل حياتنا امتى وازاي وفرق معانا في ايه، والقصص والحكايات اللي بتتحكي باسم الدين دلوقتي دي لازمتها ايه، ويا ترى لسه محتاجينها ولا لا؟ الله عليك، احسنت يا ابني والله. الملحدين بتوع التطور تسالهم عن اي حاجه هيقول لك ان الزراعه هي السبب في ظهور الاديان، وحجتهم في ده ان الزراعه كانت السبب في ظهور الحضارات. تطور المجتمعات من شويه ناس صغيرين بيصطادوا وياكلوا فاكهه لشعوب بتزرع وتقلع وتبني وتحارب. هتلم الناس دي كلها ازاي؟ وهتظبط اخلاقهم ازاي؟ وتقنعهم يتعاونوا ويدافعوا عن بلدهم ازاي؟ هو واحد فقط اللي بلجأ له في المواقف الصعبة دي. المجتمعات المتدينه مجتمعات قويه متماسكه عملت حضارات زي الحضاره المصريه. التماسك ده بيبتدي من الاسره. الدين بيخلق روابط عاطفيه قويه جوه الاسره عن طريق مايلستونز خاصه جدا وواضحه تربطنا بعيالنا، زي الصلاه والصوم اللي بتحفز افراز الاندورفين في دماغنا المسؤول عن الروابط الاجتماعيه في الحيوانات الراقيه عشان تربط المجتمع كله ببعض. حاجه كده زي المخدرات بتجمعنا وده بيفرحنا ويخلق مشاعر ايجابيه بيننا، وروابط عاطفيه بتخلينا نقدر نسامح في اوقات كتير علشان ما نبقاش عايشين في غابه. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ كل ده خلى الاديان تتطور حسب الكلكعه اللي بتحصل في حياتنا، لان مخنا بيتطور ببطء وصعب جدا انه يستوعب كل الاخلاق والقيم دي مره واحده. كل دين كان بيجي عشان يضيف حاجه واحده بس، يزرع صفه حلوه جوانا زي الذكاء مثلا، او يعلمنا نفرمل شهوه من الشهوات الكتيره اللي عندنا. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. رحله طويله لان التحكم في النفس مش بسيط زي ما انت فاكر. من غير تدين مش هتقدر. المتدين الايجو بتاعه في السماء وما بيبقاش عايز شكله يبقى وحش حتى لو تمثل. انا يا بنتي ده يخلينا نقول ان التدين جزء من جيناتنا لانه مرتبط ببقائنا، وده للاسف سلاح ذو حدين. خلى الدين مرتبط بالعنف بيننا او علاقتك بمجموعتك، وخلاك تحارب مجموعه من دين تاني او من طائفه تانيه، وكل مجموعه فاكره انها بتحارب عشان تدخل الجنه. طب ما هي سهله اهي، كلنا نبقى على دين واحد، ما كلنا بنقول نفس الكلام بنفس المعنى واحنا بنصلي. أبانا الذي في السماوات اهدنا فيمن هديت. الفكره جميله بس ما تنفعش، وحجم مخك هو السبب، لانه له علاقه بعدد الناس اللي موجودين في دايرتك. عندنا كبني ادمين 150 واحد، وده الرقم الانسب للتجمعات مش الدينيه بس، وده سبب لتعدد الاديان والمذاهب في الدين الواحد. الترابط الاجتماعي المرتبط بطقوس ممكن تشوفه في كتير من الحيوانات زي الفيله والغربان وخصوصا في الحداد، بس الاختلافات الدينيه والمناظرات حاجه خاصه بينا جدا، لانه مرتبط بالمنتاليزيشن عندنا او قدرتنا على قرايه اللي قدامنا بيفكر في ايه، ونقدر نشد انتباهه ازاي، بالبلدي كده نغلس عليه ازاي. يجي هنا سؤال مهم،
مش الدول والقوانين دلوقتي بتوفر الترابط والحمايه والاخلاق اللي كان بيعملهم الدين زمان؟ نمشيه بقى وكفايه لحد كده. ما تقدر. نموت لو عملنا كده. حياتنا مش لطيفه ومليانه مصايب، فلوس بتضيع والناس بتموت، والدين بطقوسه ومعتقداته وقصصه الغريبه اللي لو عندك ربع جنيه تفكير هتعرف انها هجص، هو اللي هيقدر يصبرك على المصايب دي، ومهما كنت متعلم بتصدقها، لان الاسقاطات اللي فيها بتريحنا وتصبرنا وبتدينا التنفيس النفسي اللي بنبقى محتاجينه ساعتها، زي اكل السيئات اللي حكيت لك عليه في بدايه الفلسفه بتاعتنا، وايماننا ان في حياه تانيه بعد الموت، والمرض اللي كان فيه اللي بنحبه ده هيكفر ذنوبه ويدخله الجنه. يعني دي مش امراض شيخوخه، لا ده تكفير ذنوب. مش مهم الكلام ده صح ولا غلط، المهم انه بيريحنا لما نعرف ان اللي كنا بنحبه ومات في مكان احسن منه. ارقد في سلام يا ابو الاحناف. الخلاصه اننا مرتبطين بالدين على مدار تاريخنا، سيكولوجيا وعصبيا وانثروبولوجيا وفلسفيا من اول ارسطو لحد دلوقتي، ومهما زاد علمنا هنفضل محتاجين الدين في حياتنا. المتدينين حياتهم اسعد، صحتهم احسن، وموتهم اسهل، وحاسين طول الوقت بالانتماء، وكل واحد فينا عنده الفيرجن بتاعه اللي مريحه. اعبد ربنا بالشكل اللي انت عايزه ومالكش دعوه. عامل لي فضل كمان بالراب في وشك شو